بقول لك عايز ايه يا عم؟ هو ليه شركات زي بيبسي وشيبسي بيعملوا اعلانات بالملايين مع ان هم اصلا مشهورين والناس كلهم عارفاهم؟ سنة 1984 كان في منتج مياه كروية اسمه جيان ليباو، وعايز اقول لك ان المنتج دوت كان زي السحر بالنسبة للصينيين، وكان المشروب الرسمي للرياضيين في الصين. كان سبب شهرته الدعاية والاعلان، لدرجة ان في سنة 1997 وصلت مبيعات الشركة ديت لحوالي 5.5 مليار دولار. شاف النجاحات دي كلها اختفت مرة واحدة في بداية الالفينات، لان الناس ما بقتش تسمع عن المنتج ده بسبب يا ان الشركه لما لقت مبيعاتها ضخمه قوي والناس كلها بقت عارفاها وقفت دعايه واعلان. فعلم النفس بيقول هنا ان الذاكره في بدايه التعرف على اي شيء بتكون في افضل واقوى حالاتها، ولكن مع مرور الوقت وبدون التذكير بالشيء ده بيبدا يختفي من الذاكره. فدلوقتي كل الشركات والعلامات التجاريه مؤمنين بالمبدا دوت، فعشان كده بيعملوا اعلانات كتير